شو حقيقة موضوع سفينة هونديوس؟ وشو هو فيروس هانتا؟ وشو مصير ابن حتوتة وركاب السفينة؟ البداية كانت عبارة عن رحلة سياحية بتنطلق من جنوب الأرجنتين، تقطع المحيط الأطلسي مرورا في بعض الجزر المعزولة، وبتنتهي في جمهورية الرأس الأخضر خلال 35 يوم. ولكن بعد 12 يوم من بداية الرحلة بدأ الرعب الحقيقي. توفى أول شخص على السفينة وتم إخلاء الجثة في واحدة من الجزر القريبة، وبعد يومين توفت زوجته اللي كانت معه على نفس السفينة. بعد هيك بدأت الأعراض تظهر على شخص آخر وتم إجلاؤه على جزيرة ثانية. وبعد أيام توفت سيدة ألمانية لتوصل حصيلة الوفيات ل3 أشخاص. بعد وصول السفينة لجمهورية الرأس الأخضر، المصيبة كانت رفض الدولة للإجلاء الطبي للمصابين والركاب وفرض حجر طبي عليهم داخل السفينة. طيب شو هو فيروس هانتا؟ هو فيروس نادر وخطير بينتقل للإنسان من الفئران والقوارض. العدوى بتصير عادة باستنشاق شخص هواء ملوث بفضلات وبول الفئران المصابة. الفيروس تأثيره المباشر بيكون على الرئتين وممكن يسبب مشاكل خطيرة بالتنفس خلال وقت قصير جدا. ولكن الاشي اللي زاد القلق في قصة السفينة هو ظهور سلالة جديدة من فيروس هانتا اسمها أنديس، وهي السلالة مش أول مرة بتظهر، ظهرت سابقا في أمريكا الجنوبية في الأرجنتين وتشيلي، وبتعتبر هاي السلالة الوحيدة من فيروس هانتا اللي معروفة بانتقالها بين البشر، لكن بشكل نادر جدا وبظروف محددة. ولكن بالرغم من كل المخاوف وموضوع انتشاره كوباء عالمي مثل كورونا ضعيفة جدا. طيب شو مصير ابن حتوتة وركاب السفينة؟ بعد أيام من الحجر الصحي على سواحل الرأس الأخضر، أخيرا وافقت إسبانيا على استقبال السفينة بجزر الكناري. راح يتم فحص الركاب وحجرهم صحيا داخل إسبانيا، وبعدين يتم ترحيلهم على بلادهم بعد التأكد من سلامتهم. ترجع بالسلامة يا ابن حتوتة، ونتمنى السلامة لجميع المصابين.